مرحبا، مساء الخير، كيف حالكم؟ السالفة العادية أو كبروها الله يصلحهم. أبى أقول لكم السالفة. أنا بالعادة أنام بعد صلاة الفجر، أصلي وأنام. إلا أمس أخذني النوم، نمت قبل الصلاة، هذا واحد. ورقم 2 إنه نومي مرة خفيف بالعادة، يعني يطقون علي وأصحى بسرعة، فهذا اللي هم استنكروه. المهم إني غطيت. تعرفون إني أنا نايمة وأسمع الطق بس مو مستوعبة، يعني ما قدرت أقوم، خلاص غاطسة نايمة صدق. يمكن لأن اليوم اللي قبله أنا ما نمت زين. فآخر شيء إيش اللي قومني؟ تخيلوا، سمعت صرخة المشاري قوية، طق الباب كذا بصوت عالي مرة، فصحيت. ويوم إني صحيت عاد لقيت العالم منهارة برا. أهم شيء إن مشاري متصل على الدفاع المدني، موتوني. استغفر الله. طبعا أكثر شيء ضايقني اللين، لقيتها مرة متضايقة خلاص. تخيلوا الشيء وصدقوه. وبقول لكم شيء عن عيالي، لين وفارس من النوع اللي خلاص لا طقة وطقتين وما رديت انتهى الموضوع. وعبد الرحمن ما يطق علي الباب، عبد الرحمن بس يتصل علي، إذا ما رديت خلاص. منه اللي يشطح ويطق الباب ويسوي حفلة، لا، ومتى يطق علي؟ يا الفجر يا آخر الليل. يعني أصير أنا أكيد نايمة، وش فيه لازم تفتحين. هو كذا يوسوس عند الباب، لازم تفتحين، إذا ما فتحتي ما في أي عذر، خلاص ميتة. استغفر الله. يما يوم طلعت وشفت وجيههم أمس، قلت ايش فيكم؟ قالوا نحسبك متي. هنا يا فارس، تعال تعال. خذ دراي فود. ايوه خذ بعد واحد زيادة، خذ واحد زيادة. ايه يلا فارس، بصورك مع الأكل بليز. يلا فارس، بصورك مع الأكل بليز. طيب يلا خلينا نحاسب. جيب أكبر الطوبة حقت ألواني بيتزا. راح باخذ حقك شوي وأقول هلا هذه. واو بس حنا قلنا أكل بساسة، ما قلنا شيبس اندومي، صح؟ الأجواء مرة تجنن. هذه حديقة ياسمين مرة رايقة، أنا أحبها لأن فيها رمل يلعبون عيالي، ومن زمان يعني أتردد عليها. هذه بروح العصر هالأوقات هالأيام مرة تفتح النفس، خاصة اللي بيفطرون. إحنا فطرنا أمس. فارس إذا أعطيتها مسؤولية خلاص يتمسك فيها، نسى إني أصور ونسى كل شيء ومشى قدامي، فخليت يصحون معي. خلاص واحد زيادة. أعطيني صحن. أعطيني. ليش مستعجل؟ وربي كثار. حط لكل واحد صحن الحالة عشان ما يتهاوشون.
ناديت كل قطوة الحارة يا فارس. كلهم جو لعندك. ايش في الثاني هذا؟ تعال. أنا دائما أتكلم في هذا الموضوع اللي يقولون القطط مكانهم الشارع. ناظروا مسكينة كيف الأمراض. أنا دائما أتكلم في هذا الموضوع. في ناس الله يعطيهم العافية زي كذا يحطوا لهم موية بالحدايق، وفارس لا زال يعزمهم، بس أنا منظرهم تقريبا كلهم تعبانين، تقريبا يعني الكل تعبان، خاصة بمنطقة العيون والخشم، هذا أكثر شيء شفتها بالحدايق.